لو انت مريت بتجربة صعبة او موقف سيء وحسيت انك في مرحلة صعبة مش قادر انك تعدي من المرحلة دي، انا هقولك على شوية خطوات. اول حاجة، تقبل اخطائك، بمعنى انك لما تيجي تقع في مشكلة او تتصرف غلط حاول ما يبقاش رد فعلك الاساسي هو اللوم والتأنيب. يعني انك تفضل تجلد في نفسك على كل صغيرة وكبيرة في حياتك. ساعتها كده انت مش هتعدي من المرحلة دي بسلام، لكن ساعتها هتحمل نفسك اعباء نفسية انت في غنى عنها. عشان كده اول خطوة انك تتقبل فكرة الخطأ اصلا، واننا كلنا بشر وكلنا بنغلط. فخليك حنين ورحيم على نفسك شوية، وافتكر ان ربنا كرمنا على جميع خلقه، فما تقساش على نفسك. تاني حاجة، تقبل مشاعرك. انا عارفة في الوقت دوت بيبقى الواحد جواه مشاعر تهد جبل، مشاعر بقى حزن على غضب على انتقام. اللي عايزة اقوله لك، خد وقتك في المشاعر دي. يعني حاسس انك زعلان، عيط. انعزل على الناس، يعني شوف الحاجة اللي هتريحك واعملها. انا عايزه في الفتره ديت انك تطلع كل مشاعرك وكل طاقتك السلبيه بره. المشاعر ديت لو انت فضلت انك حابسها ومبين للناس قد ايه انت مش متاثر بالموضوع ومش متضايق، وان اللي حصل ده عادي مش مؤثر فيك، انت في الاخر اللي هتتعب. كل المشاعر دي بتتخزن جواك وهتظهر لك في الاخر على هيئه امراض. فليه؟ الموضوع بيبقى عامل زي السموم بالظبط في جسمك، بيظهر لك في الاخر على هيئه امراض. فمحدش هيتضرر في الاخر من المشاعر السلبيه اللي انت حافظها جواك ديت غيرك انت. فعشان كده بقول لك، طلع كل اللي جواك وتقبل مشاعرك، وخد وقتك عادي جدا في المشاعر دي. محدش بيعد عليك الوقت في ان انت بقيت كويس ولا لا. محدش هيعرف الموضوع دوت غيرك انت وبس. تالت حاجة، تخلص من العلاقات السامة في حياتك. بمعنى ايه؟ انك لما تيجي تقع في مشكلة حاول انك تكون هادي جدا، وخليك مؤمن انك انت الوحيد اللي في الاول وفي الاخر تقدر تخرج نفسك من المشكلة دي. بمعنى انك لما تيجي تقع في مشكلة وتتصرف غلط ما تروحش تحكي لاي حد، يعني لاي حد عابر سبيل كده تروح تحكي له مشكلتك على اساس ان هو يقول لك تعمل ايه. لكن ساعتها هنا انت ممكن تلجأ لحد مختص يقولك تعمل ايه بالظبط. تاني حاجة، ما تسمحش لأي حد في الفترة اللي انت فيها ديت انه يتفه من الحاجة اللي انت بتعملها، سواء بقى كانت مشاعرك سواء بقى من اي انجاز هتعمله حتى لو بسيط في الفترة دي. فخليك هادي وخليك مؤمن ان انت الوحيد اللي في الاول وفي الاخر تقدر تخرج نفسك من المشكلة دي. رابع حاجة، خليكي متفائلة أو خليك متفائل. بمعنى إيه؟ حط في بالك معلومة مهمة جدا، إن المشاعر هي المحرك الأساسي للأفكار، وإن الأفكار بتترجم لأفعال. ساعات بتبقى الأفكار هي العدو الرئيسي للإنسان. كان في مقولة كده بتقول إيه؟ لا أحد يقف في طريقك أكثر من تفكيرك. فخلي بالك دايما كده، حاول إنك تخلي أفكارك إيجابية. عشان كده الرسول وصانا بإيه؟ انك تحسن الظن بالله وتبقى على طول متفائل وما تكونش متشائم. خامس حاجة بقى، الاهتمام بالذات. ودي تعتبر من اكتر الحاجات المهمة جدا اللي الواحد لازم يتبعها او لازم ياخد بيها في المرحلة الصعبة اللي انت فيها دي او في التجربة السيئة اللي انت عديت بيها. بمعنى ايه؟ انك حاول انك ما تهملش نفسك في الفترة دي. خلاص بقى انا هقعد بقى اربي دقني واسيب شعري واللي بيحصل ده. فاحنا هنقول على شوية ثلاث يعني جوانب لازم نكون مهتمين بيها قوي. اول حاجة، الجانب الروحاني. بمعنى ايه؟ انك تبني علاقة قوية جدا مع ربنا. انك مثلا الاذكار في وقتها، الصلاة في وقتها، القرآن. ما يعني العلاقة يا جماعة مع ربنا مهمة جدا، هتعدي بيها اي حاجة. عشان تعدي اصلا من الدنيا دي لازم تكون راضي بكل حاجة بتحصل في حياتك. دايما كده تبقى مستشعر ان في امان، في سكينة جواك، في اطمئنان، في سلام نفسي لأي حاجة بتحصل. عارف كده لما تيجي تسيب نفسك زي الريشة، انت ساعتها بقى تبقى متقبل أقدار الله كلها. فقوي علاقتك جدا مع ربنا، ساعتها فعلا هتفوت في الحديد زي ما بيقولوا يعني. تاني حاجة بقى، الاهتمام من الناحية البدنية. انك تهتم بجسمك من ناحية ايه بقى؟ تلعب رياضة. الرياضة بقى يعني هرمون الاندروفين زي ما انتم عارفين، يبقى فيه سعادة. الاكل الصحي بيساعد الجسم على مثلا التفكير السليم، بيقوي جهاز المناعة. يعني كل حاجة هتفيدك انت، وهتلاقي نفسك بتعدي من المرحلة دي بسلام قوي يعني. رقم ثلاثة، من الناحية العقلية. ازاي بقى؟ انك تقرا كتير، تقرا في الحاجة اللي انت بتحبها. شوف الحاجة اللي انت مهتم بيها او نفسك انك تقرا فيها واقرا فيها. انك تسمع مثلا بودكاست مثلا عن تطوير الذات. تشوف الحاجات اللي انت مهتم بيها برضو تسمعها، تسمع فيديوهات على اليوتيوب، تاخد كورسات. تشتغل، تعمل مثلا تمارس هواية انت بتحبها. ده كله بيعلي من هرمون السعادة عندك.
ومش هتلاقي اصلا وقت انك تفكر ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. فساعتها هيبقى ده كله يبقى في مصلحتك انت يعني. وتهتمي كمان ان الشكل الخارجي، تهتمي بلبسك يبقى انيق، مش لازم تبقى الحاجه ده غاليه، بس الحاجه تبقى متناسقه. جسمك يبقى مفرود وانت ماشي، تحافظ على ابتسامتك. تتعامل مع الناس مثلا بابتسامه حلوه. اخر حاجه بقى انك لو في مثلا ليك اصدقاء مثلا انت بتحب تتعامل معاهم، اتكلم معاهم. لو انت مثلا ليك صحاب برضه حاول انك ترجع الاتصال بيهم، ده كله برضه بيرجع في مصلحتك انت يعني. في اخر الفيديو بقى عايزه اقول كلمتين اتنين. الحياه يا جماعه ما بتبقاش ماشيه على وتيره واحده. في اوقات هتلاقي الحياه بتعدي عليك بسلام، يومك بيعدي بسلام، وايام تانية هتلاقيها صعبه. فانا عايزه اقول لك حاجه بسيطه قوي، ان اللي فاتك ما كانش ليك، وان اللي جاي ان شاء الله هيبقى احلى واجمل، وهيبقى احلى عوض ليك ان شاء الله. بس الموضوع بس بيبقى محتاج شويه صبر ودعم من الناس اللي حواليك، وانك تساعد نفسك. فمش معنى انك مريت بتجربه او موقف سيء انك هتوقف حياتك على الموقف ده او على التجربه دي. ساعات التجارب اللي بتحصل في حياتك علشان خاطر تقويك بعد كده، بتبقى مفيده ليك، بتبقى لمصلحتك. واعرف ان كل حاجة بتحصل في حياتك او بتحصل في يومك بتبقى خير ليك، حتى لو مش على مزاجك. ربنا عالم وعارف بايه الخير اللي في مصلحتك انت. بس يا رب تكون ايامكم كلها سعادة وخير كده يا رب. مع السلامة.